يعني ايه النسيء وازاي هو زيادة في الكفر؟ سؤال جديد جالنا مهم ان احنا نتدبره سوا. ممكن تفسير الآية 37 من سورة التوبة انما النسيء زيادة في الكفر. تعالوا بينا نعرف المعنى ونتدبره سوا. النسيء في اللغة جاي من فعل نسأ الشيء يعني أخره، فالنسيء في الآية هنا معناها التأخير، تأخير حرمة شهر حرام لشهر تاني. وده اللي كان بيعمله مشركين قريش أيام الجاهلية، كان يحللوا شهر حرام ويحرموا بداله شهر حلال. طب كانوا بيعملوا كده ليه؟ هقول لكم. قريش أيام الجاهلية كانوا أصحاب حروب وغارات وبيغيروا على القبائل عشان مكاسبهم ومصالحهم، فكان لما يجي عليهم الشهر الحرام وهم في القتال كان يعز عليهم قوي يسيبوا الحرب وهم لسه ما خلصوش، أو كان يصعب عليهم قوي إن هم يقعدوا 3 شهور ورا بعض من غير ما يغيروا ولا يحاربوا، لأن في 3 شهور حرام بيجوا ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. فكانوا يعملوا إيه بقى؟ يعملوا النسيء. يجي الشهر الحرام وهم في الحرب يكون مثلا محرم، فيقولوا لا احنا هنحلل محرم ونيجي الشهر اللي بعده اللي هو صفر نقوم محرمينه، أو محرمين أي شهر تاني في السنة. يعني كانوا بيرفضوا شرع ربنا في تخصيص الأشهر الحرام دي، بس المهم عندهم إن هم يوافقوا عدة الشهور دي. مش ربنا قال 4 شهور حرام، خلاص احنا هنخليهم 4، بس أي 4، المهم العدد مش مهم التخصيص. وهو ده بالظبط التحايل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه. زي كده تحايل أصحاب السبت لما كانوا بيرموا الشبك يوم السبت ويقولوا احنا ما اصطدناش أهو، ويجوا يلموها يوم الأحد. نفس الفكرة، هم بيقولوا مش هم 4، هنخليهم 4، بس أي 4. والنسيء ده كان عرف متعارف عليه في قريش، فضلوا فيه حتى بعد ما الرسول جالهم وأنكروا دعوته. كانوا بيحللوا الشهر الحرام في سنة ويحرموه في السنة اللي بعدها. فالآية هنا نزلت توضح لقريش إن النسيء اللي بيعملوه ده زيادة في الكفر على كفرهم الأساسي بدعوة سيدنا محمد وشركهم بالله، لما أشركوا بربنا سبحانه وتعالى وخلوا الأصنام آلهة وشريك مع ربنا في العبادة، ولما هم المشركين نفسهم خلوا نفسهم شريك مع ربنا في التشريع لما يحللوا الحرام ويحرموا الحلال، فزودوا في كفرهم وجمعوا بين كفر العقيدة وكفر التشريع مع بعض. فبسبب النسيء ده بيقع المشركين اكتر في الكفر والضلال هنا اصلا بيجي بسبب ايه؟ بسبب كبرهم وشيطانهم اللي بيزين ليهم اعمالهم اللي هو عمل النسيء ده بسبب مصلحتهم. الايه هنا لو خدنا بالنا بتنور لنا حاجه مهمه جدا، ان زي ما الايمان بيزيد بالاعمال الكفر برضه بيزيد بالاعمال، وان اي محاوله لتغيير شرع ربنا وحدوده واحكامه بيفتح علينا باب من ابواب الكفر والعياذ بالله. مهما بقى وجدنا لمبررات ونقول مصلحه عامه منفعه عامه، هو للاسف هيودي للضلال، ومع الوقت هيقفل باب وطريق الهدايه من رب العالمين، والله اعلى واعلم. لو اول مره بقى تفهموا الايه قوي كده وتتدبروها اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين ايات تانية برضو اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع اصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويتدبر ويستفيد.